بكل شفافية بكل صدق، ممكن تقتلك الأضواء؟ بكل صدق بكل شفافية مع المشاعر، يعني مع شوية مشاعر الواحد حسها يعني هلا انه ايه ممكن الاضواء تقتل، ممكن امرار الشهرة تعب، ممكن الظروف، ممكن لما بيكونوا ضعاف وما في حدا حدهم يحميهم ايه ممكن يروحوا فيها. وانا عم بكذب عليك اذا ما بقول لك بتجي الفكرة امرار على الراس وبساعة يأس او بساعة فقدان امل او بساعة قلة ثقة او بساعة احساس كثير بالظبط انه بفكر لوحدي. بس انه الحمد لله ايماني بالله كبير، ولحظات تمرق علي يعني امرار بقول بدي فل. واكيد انا عايش ظروف ممكن انا واجهها، ممكن اي انسان يواجهها. الشهرة على قد ما هي بتعيش، على قد ما هي يعني كل انسان بحاجه لحدا اقوى منه بكثير ليقدر يمنعه انه يفكر بطريقه سوداويه. وقوه كل انسان ضعيف هو بالاشخاص اللي حواليه اللي بيحموه، اللي بيعطوه امل. انه اكيد كل انسان معرض، وانا من هالناس، انا بيجمعني فيهم اشياء، انا متاكده انا في شيء من جواتي من هول الثلاثه ومن ثلاثه غيرهم. يعطيكي طول العمر. انا ما بدي يعني انا هلا فوتوني بجو درامي كثير، بس حياة فيها دراما. يعطيك العمر المديد هيفا، وتضوي مثل جواهرك، تضوي مثل مجوهراتك. علي بن علي. ومثل هالناس وهتافاتهم ومحبتهم. يعني انا بشكرهم على حبهم، وبيحمي كثير، ما بقول لك لا، ما بيحمي يعني عن كل شيء، بس بيحمي كثير لانه هول هن الاشياء المعنويه اللي الانسان بيطلع فيها. انه اعطيت كل صورتي وكل وقتي، واعطيت كل شيء لهالطعم اللي حبيته كثير، هو طعم النجاح، وهن عطيوني بالمقابل. وبيجي وقت هيك مثل واحد كنت اقول هيك، اقول انا انه واحد سبحان الله اول ما بلش بالشغل بيكون متمني انه مثلا كنت اقول يا الله يا ريت بمرق والناس تعرفني، وبعدين بصير يفكر بطريقه بعدين بيتذكروا، بعدين بحط العوينات انه تمام، لانه بيعتبر حاله هالانسان على قد ما وقته كله للناس بدور شوي على وقت لإله. وامرار بالوقت اللي بيكون عم بدور على وقت لإله بيلاقي حاله لحاله مع افكار سوداء، مع فقدان امل، مع اشياء بدها قوه كثير، بدها قوه، يحس حاله بجوهر الاكزيستنس.